بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أنواع الغلو استباحة الأعراض، فتجد بعض الناس من وافقه مدحه وأعلى من ذكره، ومن خالفه قدح فيه واستباح عرضه، وكلما وجد عليه هنة أو عيبا أو قدحا تكلم به وأثاره عند الناس. وهذا من أنواع الغيبة المذمومة شرعا، ولا يجوز للإنسان أن يفعل مثل ذلك. قال تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ذلك؟ قال: إن كان فيه ذلك فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ذلك فقد بهته. ومن هنا يجتنب الإنسان القدح في الآخرين والتكلم في معايبهم، فإن هذا مخالف للشريعة. عندما تجد من أخيك تصرفا غير لائق تنصحه وترشده وتبين له الأمر، لا تعاديه ولا تقاتله ولا تتكلم في عرضه، ولا يكون ذلك سببا لظلمك له، لا، وإنما تتعاون بحيث تحاول أن تعيده إلى الخير والصواب بأسلوب مناسب يكون مقتنعا به.